السلام عليكم شباب وبنات تانية ثانوي، عاملين ايه؟ ان شاء الله هنكمل مع بعض حل ليسون 2 جزء الليميتنج رياكتنت. طيب. انا عارف ان الجزء ده بالتحديد عامل مشكلة قوي مع البعض يعني. فاحنا ان شاء الله هنعيد النوتس اللي احنا قلناها في الحصة. خلاص. وهنرتب الافكار كده مع بعض عشان نعرف احنا حلينا ازاي. احنا حلينا في الحصة اسئلة، تمام، ولكن مش الأسئلة الكافية اللي تخلي الموضوع يثبت معاكم، أنا عارف. والأسئلة اللي هنا هتلاقوها أتقل شوية من اللي احنا كنا حليناها في الحصة، أنا فاهم ده كويس. خلاص، فبإذن الله لما هنرتب النوتس دي ونحل مع بعض الموضوع يبقى سهل جدا. تعالوا كالعادة نقول النوتس اللي احنا ايه هنبدأ نحل بيها. خلاص، ونفتكر مع بعض الليميتنج رياكتنت ده كان ايه. كان اسمه ايه بالعربي؟ المحدد للتفاعل. معناه ايه؟ الحاجة خلاص اللي بتحدد لي كمية البرودكت اللي هيطلع. تمام. طيب، الديفينيشن بتاعه بالانجلش ايه؟ is the substance which control the reaction، اللي بيسيطر على الرياكشن and limits the amount of product. خلاص، بيحدد لي الكمية بتاعت البرودكت اللي هتطلع. تمام كده، حلو قوي. بعرفه ازاي الليميتنج رياكتنت ده؟ احنا قلنا ان هو ايه؟ الكمية الصغننة من الحاجة، صح كده؟ الكمية الصغيرة من الحاجة هي اللي بتسيطر لي على التفاعل، زي ما قعدنا ادينا اكزامبلز كتير. سندوتش الهمبرجر وعدد الكايزر. خلاص. لما كنا بنقول ان احنا عندنا 5 همبرجر. ماشي، تعالوا كده نفتكر اللي قلنا في الحصة بسرعة. قلنا مثلا ان احنا عندنا 5 همبرجر، تمام، وعندنا 4 كايزر. 4 كايزر، ده كده عيش كايزر. ماشي، هنتخيل يعني. تمام. هيطلع عندي كام سندوتش؟ هيطلع عندي 4 سندوتشات، صح كده؟ مظبوط، هيطلع عندي 4 سندوتشات. وايه تاني؟ هيطلع عندي واحدة كايزر، واحدة همبرجر، آسف، واحدة همبرجر ما استخدمتهاش. خلاص، واحدة همبرجر كده اهي ما دخلتش في السندوتش. فإذا المحدد التفاعل عندي هنا في الحالة دي كان مين؟ كان الكايزر. خلاص، هو اللي حدد لي ان هيطلع عندي 4 سندوتشات، لأن الكايزر خلص خلاص. فمن الهمبرجراية الخمسة دي ملهاش سندوتش، مفيش كايزر ليها. خلاص. نفس الكلام في الكيميكال ايكويشن. تمام. طيب، تعالوا الكلام ده هيوضح طبعا واحنا بنحل. ماشي. تعالوا نفتكر كنا بنحل ازاي. والله يا مستر، احنا كنا بنعمل بالانسد ايكويشن، دي اول حاجه والاساسيه في الكيميكال كالكوليشن عامه. تمام. طيب، احيانا هو بيديها لي وبيبقى راجل محترم، واحيانا بيبقى مطلوب مني ان انا اللي اعملها. خلاص، محتاجك تعرف ان لو انت ما عملتش البالانسد ايكويشن صح، للاسف السؤال كله هيبوظ منك. تمام. طيب، تاني خطوه قال لك احسب ريشيو لكل الرياكتنتس. كل الحاجات اللي قبل السهم عندي بروح احسب لها ريشيو. الرياكتنت اللي هي كانت حاجات قبل السهم، كل اللي بيبقى هنا، يعني انا مثلا لو عندي A بلس B بلس C هنا كده، خلاص هيطلع لي مثلا A B C ولا اي حاجة ايا كان اللي هيطلعها لي. ماشي، كل اللي قبل السهم اللي كان قبل السهم هنا اللي هو A بلس B بلس C، ده كده بسميه الرياكتنت. ده كده بسميه ايه؟ الرياكتنت. حلو، حلو قوي. ماشي، فبروح احسب ريشيو لكل الرياكتنتس. تمام. طب الريشيو دي بحسبها ازاي يا مستر؟ بقول لك ايه، هو النمبر اوف مول على الان. تمام. طيب، ما هو انا في اسئله كتير ما بيجيبليش النمبر اوف مول، هعمل ايه بقى في الحاله دي؟ سهله، مش احنا كنا مطلعين في الدرس اللي فات ان نمبر اوف مول على ان في 1 بيساوي الماس على المولر ماس في ان بيساوي النمبر اوف بارتكلز على الافوجادرو في ان بيساوي الفوليوم على 22.4 في ان. كل دول انا ممكن استخدمهم كريشيو. تمام كده. ازاي يا مستر؟ هنفهم واحنا بنحل. خلاص، يعني في سؤال هيجي يديك نمبر اوف مول للرياكتنت كلهم، تمام، وهيطلب منك مين الليميتنج رياكتنت تحدده. في الحاله دي خلاص دي سهله جدا. هروح احسب اعمل النمبر اوف مول اللي هو مدوني ده على الان. ايه الان دي؟ اللي هي النمبر اوف بالانسد ايكويشن، نمبر اوف مول ان بالانسد ايكويشن. خلاص، اللي بيكون مكتوب جنب قبل الكومباوند. تمام كده. طيب، هو مستر جه في سؤال تاني اداني الماس والمولر ماس، او اداني الماس واحنا كده كده بنحسب احنا المولر ماس من الجيفن، من البراكت يعني. خلاص. طيب، في الحاله دي هستخدم القانون ده، ماس على مولر ماس ملتبلاي الان. تمام. طيب، اداني النمبر اوف بارتكلز يا مستر، اداني النمبر اوف ايون او نمبر اوف اتوم. في الحاله دي برضو نفس الكلام، هروح استخدم النمبر اوف بارتكلز على افوجادرو ملتبلاي الان.
نفس الكلام في الفوليوم، اروح استخدم الفوليوم على 22.4 اور 24 لو ايه ات ار تي بي. تمام كده، ملتبلاي الان برضو. طيب تعالى عشان ما نضيعش وقت نخش في المفيد ونجرب نحل. بس قبل ما نبدأ، في بيقول لك معلومة مهمة جدا. لو سألك عن كمية حاجة في البرودكت، تمام، او حاجة في الرياكتنت، دايما بعمل العلاقة مع الليميتنج رياكشن. خلاص، يعني الحاجة اللي احنا بنحددها خلاص قلنا عليها هي دي الليميتنج رياكتنت عندي. بيجي بقى يطلب حاجة بعدها، او بيجي يطلب اسف، بيجي يطلب طلع لي كميه البرودكت اللي هتطلع خلاص، او كميه الرياكتنت اللي هيتفاعل مع الليميتنج رياكتنت. تمام، فدايما العلاقه اللي بعملها مع الليميتنج رياكشن خلاص اللي احنا حددناه. طيب يبقى الخطوات بسرعه كده. اول حاجه اعمل بالانسد ايكويشن خلاص. تاني حاجه احسب ريشيو لكل الرياكتنت، وعرفنا ازاي الريشيو بتتحسب، واللي عنده اقل ريشيو هو المسيطر. تمام، يبقى هو ده الليميتنج رياكشن. حلو قوي الكلام ده. يلا بينا نخش نحل ونشوف الموضوع ده ايه. question 32 بيقول ايه in which of these cases illustrated in the following figures B is considered the limiting reactant. كتر ألف خير، وهو هنا قال لي أصلا إن B ده هو إيه الليميتنج reactant. شكرا يا عم الحاج. طب أنت عايز إيه؟ reactant. طيب تعالوا نشوف consider the limiting reactant of hypothetical reaction. خلال الرياكشن اللي هو مداري ده رياكشن افتراضيه ماشي، A بلس B بيطلع C عادي جدا. تمام، وقال لي ان B هو الليميتنج رياكتنت بتاعي. طيب مديني شويه ايه رسومات كده خلاص، بارتكلز، عدد بارتكلز، وعمال عايز يعرف انهي بارتكلز اللي بيعبر عن التفاعل ده. طيب ما هو قال لي ان B هو الليميتنج رياكتنت. طب مش احنا B ده قلنا ان هو العدد الاقل او الكميه الاقل هي اللي بتكون مسيطره، صح كده؟ العدد او الكميه الاقل هم اللي بيكونوا مسيطرين. طب ما تيجي نشوف البي في انهي رسمه من دول هو الاقل. تعالوا كده نمسك تشويس ايه ونعد البي كده. تعالوا واحده واحده. ادي كده عندنا 1 2 3 4 5 6 6 بي، صح كده؟ 6 بي. ونعد الايه، ادي كده 1 2 3 4 5 6 و6 ايه. طب ما هو الاتنين قد بعض، ما فيش حد البي كده مش اقل، فيبقى كده ايه تشويس ايه مرفوض. طب تعالوا نخش على تشويس بي. بيقول لك هنا اهو 1 2 الايه، هنعد الايه دلوقتي ماشي، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ايه. طب ونعد البي، ها ادي 1 2 3 اسف 2 3 4 5 5 5 بي. اه صح، دي منطقية فعلا يا مستر، صح. طيب تعالوا نكمل كده ونشوف 11A و 5B. طيب تعالوا نكمل ونشوف. دي كده البي اقل من الاي. طب والله ممكن تكون صح. طب بس هنتأكد برضو من باقي الاختيارات. البي هنعد الايه هنا اهو، ادي 1 2 3 4 5 6 6A، والبي 4 اهو، مش محتاجين بقى خلاص، 4B. تمام، ده هنا برضو يا مستر البي اقل، وبعدين بقى في الشغلانه دي. طيب تعالوا نكمل ونشوف. تشويس دي بيقول لي هنا البي برضو اقل، ده هنا 3B قصاد كام 6A، صح كده؟ 6A. طب وبعدين بقى يا مستر هنعملها ازاي دي وهنحددها ازاي دي؟ هقول لك يا سيدي. بص دلوقتي هو مديك الايكويشن ليه؟ لازمتها ايه الايكويشن؟ عشان يحدد لك الريشيو ما بين A و B، صح كده؟ احنا الريشيو عندنا هنا ما بين A و B 2 to 1، صح؟ يعني A خلاص هو دبل B. تمام كده ماشي، يعني انا محتاج رسمة من دول او عدد من دول يكون فيها A هو دبل B. طيب تعالى نشوف الحاجات اللي احنا ايه لقينا البي اقل من الاي فيها، ونشوف هل 5 دي او ال 11 دول دبل 5؟ لا، ده ال 10 هي اللي دبل 5، غلط. طيب هل التشويس سي بيقول لك 6 و4، هل الستة دي دبل الفور او الفور دي هاف السكس؟ لا طبعا، غلط برضو. يبقى التشويس دي هو الإجابة الصحيحة بتاعتنا. تمام كده التشويس سي، التشويس دي آسف هو الإجابة. ليه؟ لأن السكس 6A فعلا هم دبل الايه ال 3B. خلاص كده
ماشي. يبقى احنا فهمنا استنتجنا ايه من الايكويشن؟ استنتجنا الريشيو، ان ده دبل ده 2 to 1، فبالتالي ده لازم يكون دبل ده في الايه، في البارتكلز او العدد. طيب تمام قوي. يلا نخش على اللي بعده. phosphorus B4 can prepared from the following reaction. ومديني ايه الرياكشن بتاعتي، وكتر خيره بالانسد وكل حاجه زي الفل. طيب هو في بس حته كده اكتبوا ان ال 310 دي فوقيها ده الكالسيوم فوسفات، وال 60 جرام برمول ده اللي هو السيليكون دايوكسيد، ماشي، وال 12 ده بتاع الكربون. خلاص عشان نعرف احنا بنحسب لمين. تمام. طيب يلا بقى نطبق الخطوات الحل بتاعتنا. ها، اول خطوه ايه؟ افتكر بسرعه اهو، اعمل بالانسد رياكشن ايكويشن، معموله الحمد لله. طب تاني خطوه احسب ريشيو لكل رياكتنت. يلا بينا نروح نحسب الريشيو لكل رياكتنت. عندي اول رياكتنت اللي هو الكالسيوم فوسفات، ها هنحسب له الريشيو ازاي؟ هو مديني هنا الماس صح كده، هو مديني الماس، خلاص، برسنتج، ماشي، يعني هنعتبر ان هي الماس، خلاص، والمولر ماس. يبقى هنستخدم انهي ريشيو؟ ها، انهي ريشيو في دول؟ برافو عليك، هنستخدم الريشيو بتاعت الماس والمولر ماس، ملتبلاي ان. يبقى يلا بينا بتاعت الكالسيوم فوسفات، ثانية واحدة. ريشيو الكالسيوم فوسفات بتساوي، ها، ماس اللي هو كام؟ 310، لا الماس اسف 300 3370 370 اوفر المولر ماس اللي هو 310، تمام، ملتبلاي ال n هنا بكام؟ ها، ال n هنا ب2، يبقى ملتبلاي 2، خلاص، بتساوي كام؟ بسرعة حد يحسبها يلا. هنقول بتساوي 3370 over 310 multiply 2 هتساوي 5.4. 5.4 تمام. دي أول ريشيو. يلا بينا نحسب تاني ريشيو. لمين؟ للسيليكون دايوكسيد SiO2 SiO2 equal، الماس بتاعها بكام؟ ب 1795 over المولر ماس اللي هو ب60 multiply ال n هنا بكام؟ ها، 60 ب6 صح، يبقى 60 multiply 6. يلا نشوف هتطلع بكام. 1795 over 60 multiply 6 يبقى 4.9. 4.9. طيب يلا نحسب آخر واحد الكربون، ماشي، بيساوي كام؟ ها، الماس بتاعه 650 over 12 multiply ال n بكام هنا؟ ها، ب10، تمام، يبقى multiply 10. نشوف بيساوي كام. 650 over 12 multiply 10 بيساوي 5.4. 5.4. يبقى كده مين أقل واحد في الريشيو؟ هو السيليكون داي أكسايد، يبقى هو ده limiting reactant أو limiting reaction. خلاص، يبقى كده choice C الإجابة بتاعتي. what is the limiting reaction أو reactant؟ يبقى هو ده choice C السيليكون داي أكسايد. تمام، سؤال بسيط جدا. طيب السؤال اللي بعده، مديني equation، تمام، وبيقول لي ايه؟ when 1 mole of aluminum chloride is added to 1 mole of sodium hydroxide, what is the number of mole of substance remaining of at the end of reaction؟ معناه ايه الكلام ده؟ والله دلوقتي هو قال لي ان انا حطيت، خلاص فعليا بقى الايكويشن اللي فوق دي هي ايكويشن توضيحيه، ماشي، يعني ال الارقام اللي هنا دي مجرد ريشيو، خلاص، مش النمبر اوف مول الفعلي اللي انا بحطه او بتفاعل بيه فعليا. تمام، يعني هو بقى جاي في بيقول لك ان انا فعليا في الرياكشن حطيت 1 مول من الالومنيوم، ماشي، الومنيوم كلورايد، ل 1 مول من الصوديوم هيدروكسيد، خلاص، وعايز يعرف النمبر اوف مول اوف سبستانس ريمينينج ات ذا اند اوف رياكشن. مش احنا اتفقنا ان دايما بيكون الليميتنج رياكتنت هو اللي بيتفاعل كليا، اللي بيكونسيومد كومبليتلي، خلاص، بيخلص كله،
بيخش التفاعل يتفاعل كله على بعضه كده، ما يتبقاش منه اي حاجه. اول ما هو يخلص التفاعل بيقف. تمام كده. اول ما التفاعل بيقف لو في كميه تاني من حاجه خلاص هي ما بتتفاعلش، تمام، بتطلع زي ما هي زي ما اتفقنا كده. فاكرين ان الحته بتاعت الهمبرجر السندوتشات كان الليمتنج رياكتنت. خلاص كل السندوتشات خلصت، اتبقى بهمبرجرايه اتبقى برجرايه. خلاص ما اتفعلتش، تمام، ما دخلتش في السندوتش، فطلعت زي ما هي برجرايه. تمام. فنفس الكلام هنا، هو بقى عايز اللي هيطلع زي ما هو، الكميه اللي مش هتتفاعل، الكميه اللي هتتبقى في الاخر. طيب ما هو عشان انا اعرفها لازم الاول اروح احدد الليميتنج رياكتنت. تمام. طيب تعالوا بينا نحدد الليميتنج رياكتنت. هو الحمد لله مديني بالانسد ايكويشن. خلاص هنعمل الريشيو على طول. يلا بينا. الريشيو بتاعت الالومنيوم كلورايد بتساوي، هنستخدم انهي ريشيو؟ نمبر اوف مول، عشان هو مدينا هنا نمبر اوف مول. يبقى 1 اوفر الان هنا بكام؟ ب1. تمام. يبقى 1 اوفر 1 بيساوي 1 عادي جدا. طيب الريشيو الريشيو بتاعت ال NaOH. طيب الريشيو بكام هنا؟ هنستخدم المول برضو عشان هو هنا مديني نمبر اوف مول. يبقى 1 المول بتاعي ب1. خلاص 1 اوفر كام؟ ال N هنا ب3 يبقى اوفر 3. 1 اوفر 3 يعني تدينا كده الديسيمال 0.33. تمام. يبقى كده مين الأقل؟ ال NaOH. يبقى ده الليميتنج رياكتنت بتاعي، يبقى هو ده الليميتنج رياكتنت. تمام كده. في مشكلة لحد هنا؟ طيب انا كده عرفت الليميتنج رياكتنت. الخطوة اللي جاية بقى المفروض تبقى ايه يا مستر؟ هقول لك يا سيدي. تعالوا بس كده نخليها على جنب عشان ما تاخدش مساحة. ماشي حلو قوي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. انا عرفت الليميتنج رياكتنت وهو عايز يعرف الكميه اللي اتبقت. طيب ما احنا عارفين، مش احنا عارفين ان الليميتنج رياكتنت ده هو اتفاعل كليا، يعني ال NaOH كده اتفاعل كليا. تمام. ال1 مول من ال NaOH اتفاعل كليا. يبقى مين اللي هيتبقى منه؟ الالومنيوم كلورايد. برافو عليك، الالومنيوم كلورايد. حلو قوي. يعني انا عايز اعرف النمبر اوف مول بتاع الالومنيوم كلورايد اللي ما اتفاعلش. طب هنعملها ازاي؟ فاكرين الطريقة اللي كنا بنحل بيها قبل كده؟ هي دي بالظبط اللي هنكمل بيها الحل. يبقى انا كده خلصت الجزء الاول من السؤال. هنخش بقى نحل بالجزء الايه القديم بتاعنا. انا دلوقتي عندي جيفن اللي هو الصوديوم هيدروكسيد، النمبر اوف مول بتاعه ده الجيفن بتاعي. تمام. ده المعلومه اللي مديها لي، وعايز اعرف النمبر اوف مول اللي هيتبقى من الالومنيوم كلورايد. تمام. يبقى مستر كده الريكوايرد بتاعي النمبر اوف مول اوف الومنيوم كلورايد. يبقى انا كده اول حاجه هحددها. ماشي. ده كده الريكوايرد بتاعي اوف الومنيوم كلورايد الاول. ماشي. ده كده الريكوايرد عشان ما تبقوش متلخبطين. ماشي. طيب يبقى انا اول حاجه احددها ايه؟ العلاقه بين الاتنين. مين العلاقه؟ يبقى انا عندي العلاقه ما بين مين ومين؟ ما بين الالومنيوم كلورايد وما بين مين تاني؟ ال NaOH. بس خلي بالك احنا قلنا العلاقه بننزلها بالمول، بالبالانسد بتاعتها. خلاص هنا 1 وهنا 3 يبقى هنا 3. تمام. حلو قوي. تاني خطوه بنعملها ايه؟ هنحدد جزئين. ايه الجزئين بتوعي؟ والله الجيفن بتاعي مول على ال NaOH. الجيفن بتاعي ايه يا مستر؟ مول. يبقى هنا نمبر اوف مول. تمام. اوفر ال N. تمام. حلو قوي الكلام ده. طب والنص بتاع الالومنيوم كلورايد انا عايز اعرف عنه ايه؟ مول برضو يا مستر. يبقى برضو الجزء بتاع الالومنيوم كلورايد هيبقى النمبر اوف مول. نمبر اوف مول. تمام. حلو قوي على ال N برضو. حلو قوي الكلام ده. انا معايا النمبر اوف مول بتاع مين يا مستر؟ بتاع ال NaOH صح، اللي هو ب1 اهو. هو مديهولي اهو ب1، وعرفنا ان ده هيتفاعل كله فهو ده اللي هنزل بيه. حلو. طب وال N هنا بكام؟ ال N هنا ب3 يبقى ال N ب3. تمام. طيب نخش على الالومنيوم كلورايد. الالومنيوم كلورايد النمبر اوف مول مديهولي؟ لا. لا اللي هي مستر، ما هو يا مستر اهو. اهو قايل لي 1 مول من الالومنيوم كلورايد في السؤال اهو. ليه لا مش هو ده؟ ما احنا اتفقنا بقى ان ال1 مول دول مش كلهم هيتفاعلوا.
هو اتفاعل منهم شويه مع ال NaOH واتبقى شويه، فاحنا رايحين نعرف ايه الشويه اللي ما اتفاعلوش دول. هم دول النمبر اوف مول اللي احنا رايحين نعرفهم. خلاص، لا سوري انا اسف، احنا رايحين نعرف الشويه اللي اتفاعلوا. تمام، سوري انا اسف على الغلطه دي. احنا رايحين نعرف الشويه اللي اتفاعلوا يا مستر، رايحين نعرف ايه الشويه اللي اتفاعلوا مع ال NaOH، ومنها هنعرف هو اتبقى قد ايه. تمام كده. طيب يبقى احنا لسه عايزين اصلا نعرف مين النمبر اوف مول بتاع الالومنيوم كلورايد اللي اتفاعل. تمام كده، بتاع الالومنيوم كلورايد ده اللي انا عايز اعرفه، اللي اتفاعل. تمام، حلو قوي. طيب والان هنا بكام يا مستر؟ الان هنا ب1، ما فيهاش مشكله. حلو قوي. تعالوا بقى نحسب نشوف النمبر اوف مول هيطلع بكام. هيطلع ب1 اوفر 3، صح كده؟ هيطلع بكام النمبر اوف مول؟ 3 سوري ثانيه واحده، 3 1 النمبر اوف مول هيطلع ب1 اوفر 3 عادي جدا. النمبر اوف مول هيطلع equal 1 over 3 مول. حلو قوي. ده كده ايه؟ ده اللي اتفاعل، ده اللي اتفاعل. تمام. هو بقى عايز ايه؟ الريميننج اللي ما اتفاعلش، هو عايز اللي ما اتفاعلش. حلو، يبقى هيبقى بكام؟ اللي ما اتفاعلش بقى يبقى بكام؟ هنعمل ال1 مول اللي هو مديها لي التوتال بتاعي ماينس اللي اتفاعل اللي هو 1 over 3، يبقى 1 ماينس 1 over 3 ده الريميننج بيساوي 1 minus 1 over 3 اللي هيدينا 1 minus 1 over 3 equal 2 over 3 2 over 3 مول. يبقى الإجابة بتاعتي choice C. تمام، فهمنا السؤال؟ طب في حد ما فهمش حاجة؟ في حد الدنيا مش واضحة؟ طيب لو مش واضحة سريعا كده احنا عملنا ايه؟ اللي واضحة خلاص يقلب ويخش على السؤال اللي بعده. اللي مش واضحة احنا عملنا ايه بسرعة كده؟ احنا حسبنا الريشيو بتاعة الألمنيوم كلورايد، ماشي، بتاعة الألمنيوم كلورايد وبتاعة ال NaOH. خلاص حسبنا الريشيو بتاعة دي والريشيو بتاعة دي، ومنها حددنا مين الليميتنج رياكتنت. ماشي. طيب ما احنا استفدنا ايه من المعلومة دي؟ استفدنا ان ال NaOH هو اللي هيتفاعل كليا consumed completely. خلاص، يتفاعل كليا مش هيتبقى منه اي حاجة. والألمنيوم كلورايد هيتبقى منه شوية، هيتفاعل منه شوية وهيتبقى منه شوية. تمام كده. خلاص، لان هو اللي كميته اكبر. حلو قوي الكلام ده. طيب هو بقى طلب في السؤال ان هو عايز يعرف الكميه اللي اتبقت من الالومنيوم كلورايد من السبستانس ريميننج. بيقول لك النمبر اوف مول اوف سبستانس ريميننج ات ذا اند اوف رياكشن، النمبر اوف مول اللي اتبقت من الالومنيوم كلورايد اللي ما اتفاعلش. خلاص، الجزء اللي ما اتفاعلش. طب اعرفها ازاي دي يا مستر؟ ما انا لما اعرف الجزء اللي اتفاعل هقدر اعرف الجزء اللي ما اتفاعلش، صح كده؟ حلو، صح يا مستر. فروحنا نشوف مين الجزء اللي اتفاعل او قد ايه الجزء اللي اتفاعل. هنعملها ازاي؟ هنعملها بالخطوات اللي كنا بنحل بيها قبل كده. مديني بالانسد ايكويشن كتر خيره. تاني حاجه هروح اعمل علاقه بين الاتنين. تالت خطوه هنحدد الجزئين. خلاص، حددنا الجزئين وعوضنا وعرفنا الكميه اللي اتفعلت اللي هي 1 اوفر 3 مول. تمام كده، ده الكميه اللي اتفعلت. والكميه اللي ما اتبقتش هعرفها ازاي؟ هعمل ده ماينس ده اهو. قلنا ان الكميه اللي هي التوتال، ده التوتال بتاعي اللي هو ال1 مول ده التوتال بتاعي، ماشي، ماينس اللي اتفاعل. هقدر اعرف اللي ما اتفاعلش. خلاص، اللي اداني في الاخر كام؟ 2 اوفر 3. اللي اداني في الاخر 2 اوفر 3. ماشي، يبقى تشويس سي. طيب سؤال حلو ومجمع ايه الدرس اللي فات بالدرس الجديد. تمام، ودايما الاسئله على فكره اغلبها هتلاقيها كده. خلاص. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي on mixing two solution which are illustrated in the opposite figure precipitate is formed. تعالى نقف بقى هنا عشان احنا هنا عشان نحل السؤال في معلومات مهمة جدا لازم تكون معانا. خلاص. السؤال ده ممكن شرحه يطول شوية عشان احنا هنقول شوية معلومات مهمة. خلاص، بس انا اتمنى ان يكون معاك كشكول وتكتب المعلومات دي لانها فعلا 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 مهمة جدا. خلاص، هي حاجات قديمة المفروض احنا نكون عارفينها. تمام، فتعالى بقى نفتكرها مع بعض. دلوقتي انا عايزك تعرف حاجتين. تعالى كده ايه نكتب في النوتس هنا. يعني ايه aqueous solution؟ aqueous solution
اللي هو بيكون حاطط في الايكويشن كده براكت وكاتب اي كيو. تمام. يعني ايه اكويس سوليوشن؟ ايه ليه الاي كيو دي بتعبر عن ايه؟ ويعني ايه برسبتيت؟ يعني ايه برسبتيت اللي بيكون برضو متعبر عنها بالايكويشن ان هي سوليد؟ تمام. طيب تعالى نعرف يعني ايه اكويس سوليوشن دي يا سيدي. لما انا بحط اي ملح، وليكن مثلا ملح زي ال NaCl، ماشي، مش ده بيكون سوليد؟ واحنا ماسكينه في ايدينا بودر كده، الملح بتاع الطعام ده مش بيكون سوليد، حاجه بودره كده، فالبودره دي سوليد، صح؟ صح. طيب لما باجي احطها في الميه ايه اللي بيحصل؟ حطيت السوليد او ال NaCl ده في الميه، تمام، مش بيدوب؟ صح كده، بيدوب. فالمحلول ده كده اللي هو ال H2O بلس ال NaCl بيديني ال Na، اعبر عنه في الايكويشن، يعني اعبر عنه في الايكويشن ب NaCl aqueous solution. خلاص. فعباره ايه الاكويس سوليوشن ده؟ عباره عن المحلول وهو دايب في الميه، او الملح وهو دايب في الميه. الملح دايب خلاص كده، يبقى ايه اكويس سوليوشن؟ هو عباره عن اي حاجه دايبه في الميه. تمام. اي ملح دايب في الميه بقول عليه اكويس سوليوشن. خلاص. زي برضو في الايكويشن هنا في السؤال اللي فوق كان بيقول لك الومنيوم كلورايد اكويس. خلاص. والله انا جبت كده الالومنيوم كلورايد بودره، حطيتها في الميه، ادتني الايه؟ الاكويس سوليوشن. خلاص. فالاكويس سوليوشن ده هو عباره ملح دايب في الميه، عباره عن ملح دايب في الميه، حاجه دايبه في الميه بقول عليها ايه؟ اكويس سوليوشن. طيب ايه بقى هو البرسبتيت؟ البرسبتيت ده لما باجي احط ملح ما بيدوبش في الميه، بيقوم متكون تحت هنا كده راسب في السوليوشن. خلاص. يتكون راسب كده، بيترسب تحت هنا. يعني انا حطيت اي ملح اكس واي مثلا، خلاص، اكس واي ده ما دابش في الميه وترسب تحت. اهو الرواسب دي بقى بقول عليها برسبتيت. تمام. برسبتيت، BBT ده اختصار برسبتيت. ماشي. يبقى البرسبتيت ده هو لما بحط الملح في الميه وما يدوبش، ينزل يترسب تحت كده، فبقول عليه ايه؟ برسبتيت، راسب. وبيكون في الايكويشن متعبر عنها بسوليد ستيت لان هو ما دابش في الميه. تمام. حلوه الحته دي، حلوه الحته دي. طيب تعالى برضو نعرف معلومة تانية. يا مستر انا اعرف منين ان ده اكويس سوليوشن ومنين ده بيرسبتيت؟ لان هو في السؤال طالب بيقول لي ان البيرسبتيت اللي اتكون، وعايز معلومة بقى، فانا اعرف منين اصلا البيرسبتيت ده؟ طيب هقول لك معلومة مهمة جدا، خلاص، منها هنعرف مين البيرسبتيت. بص يا سيدي، انا عندي 3 حاجات بس، 3 بس، 3 بس، خلاص، زائد ال NO3 زائد ال NO2، ده النيتريت وده النيترايت اللي ناسي يعني. ماشي. كل دول لو انا شفتهم دايما بيكونوا دايبين، لو شفتهم ماسكين باي حاجه فالحاجه دي دايما بتكون دايبه في الميه. طب يا مستر اصلا ايه ال3 بس دول اللي انت كاتبهم دول يا مستر؟ طيب بص يا سيدي، ال3 بس دول البي بوتاسيوم اللي هي الكي، خلاص، الاي اللي هي الامونيوم ال NH4، تمام، الاس الصوديوم اللي هي ال Na. تمام كده، في مشكلة؟ تمام. يبقى اي حاجة من ال5 دول اللي انا قلتهم اهو، 3 بس او NO3 و NO2، دايما لما بيمسكوا مع اي حاجة بيكونوا soluble in water. تمام. soluble in water H2O. خلاص. حلو الكلام ده، حلو يا مستر الكلام ده. تعالى بقى نخش على السؤال ونشوف هنحدد البرسبتيت اللي هو عايزه ازاي. طيب نرجع للسؤال. بيقول لي ايه؟ on mixing solution which illustrated in the opposite figure a precipitate is formed. طب تعال الاول نحدد البرسبتيت قبل ما نبدا نكمل السؤال، لانه بقى بيقول لي what is the number of mole of formed precipitate. خلاص. فانا عايزني اصلا اعرف مين البرسبتيت. طب انا عندي مين اصلا في الفيرست سوليوشن؟ في الفيرست سوليوشن عندي بوتاسيوم فوسفيت، صح كده، الكي بوزيتيف، الكي بوزيتيف 1 دي والبي او 4 دي بيدوني كومباوند اسمه بوتاسيوم فوسفيت. طب بكتبه ازاي؟ ها، الكي بوزيتيف 1، تعال نفتكر كده كنا بنكتب ازاي. الكي بوزيتيف 1 والبي او 4 نيجاتيف 3، يعني الفالنسي بتاعتها ب 3، يبقى الكيب 1 والفالنسي ب 3. واحنا عرفنا ان كل واحد طماع وعينه في حاجة التاني، يبقى الكي هتاخد ال 3 والبي او 4 هياخد ال 1. بس يبقى الكي خدت ال 3 وافتح براكت، بي او 4 اقفل براكت،
نزل 1 ملهاش لازمه فما نكتبهاش عشان ما يبقاش شكلنا فلاحين. تمام. يبقى كده ايه، طبعا مع احترامي لكل الفلاحين يعني انا فلاح عادي جدا خلاص، لا تفتكروني بتنمر ولا حاجه. ماشي. طيب يبقى البوتاسيوم فوسفات ده في الفيرست سوليوشن. طيب السكند سوليوشن عندي مين؟ عندي بي بي ده الليد، خلاص اللي هو الليد، البي بي ده اللي هو الليد. تمام. وان او 3 اللي هي النيتريت. يبقى السكند سوليوشن ده عندي ليد نيتريت. ليد نيتريت بيتكتب ازاي؟ لو جدع بقى وقف وايه وروح اكتبه، عشان الحاجات البسيطه اللي بتوقفنا دي ما توقفناش. خلاص. ها البي بي بوزيتيف 2، تمام، والان او 3 نيجاتيف 1. كل واحد طماع وعينه في حاجة التاني، فالان او 3 هتاخد الايه ال2، ماشي، والبي بي هتاخد ال1. يبقى بي بي افتح براكت يحط الان او 3 اقفل براكت، خدت ال2 بتاعت البي بي. ماشي تمام قوي. يبقى انا كده عندي في السوليوشن ده ليد نايتريت. حلو. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده عشان نحدد البرسبتيت، هو قال لي ان هو عمل ميكس للاتنين سوليوشن دول على بعض، يعني كب ده على ده. خلاص. فلما نحط ده على ده هيتكون عندي برودكت، هو هيتكون عندي حاجات جديدة. تمام كده. طيب تعالى نعرف الاول ازاي هنطلع الحاجات الجديدة دي. مبدئيا كده هنمسك نكتب كل القطعين على جنب، نكتب كل الايه القطعين على جنب. يبقى اكتب كده معايا الكي بوزيتيف والبي بي على جنب. خلاص. دول القطعين بتوعي. وهنكتب برضو كل الاناين على الجنب التاني. زي مين الاناين اللي عندي؟ بي او 4. خلاص. والان او 3 النيتريت. حلو الكلام. كل واحد من القطعين دول هيروح يمسك مرة مع ده ومرة مع ده. خلاص. يبقى يطلع عندي ايه بقى في الاخر؟ هيطلع عندي لما امسك البوتاسيوم مع البي او 4 هيطلع عندي بوتاسيوم فوسفات. هنكتب ازاي الكومباوند ده يا مستر؟ وقف بقى وروح اكتبه بقى، اشتغل بقى شوية. البوتاسيوم ب1 والفوسفات بنيجاتيف 3. يبقى لما البوتاسيوم كل واحد طمعه عينه في حاجة التاني، فالبوتاسيوم هياخد ال3 فيبقى كي 3 افتح براكت حط البي او 4 وقف البراكت في 1 هنا بس مش مهم يتكتب. تمام. نفس الكلام بوتاسيوم نيتريت ده ب1 وده ب1، يبقى الاتنين يلزقوا جنب بعض ما لهمش ايه اي حاجة ولا اي صعوبة. تمام. كي ان او 3. نفس الكلام هنعمله مع البي بي. هنروح نمسك مرة البي بي مع البي او 4. خلاص. هنكتبها ازاي؟ البي او 4 ب 3 والبي بي ب 2، فكل واحد طماع وعينه في حاجة التاني، فالبي بي هياخد ال 3 يبقى بي بي 3 افتح براكت حط البي او 4 اقفل البراكت ياخد ال 2. تمام كده. حلو. اخر واحد الليد نيتريت، الليد هيمسك مع ال NO3 يبقى بي بي افتح براكت حط ال NO3 اقفل براكت حط ال 2. تمام. تمام يا مستر. كده انا حددت الايه الكومباوندز او الحاجات اللي هتطلع عندي من التفاعل. فيها مشكلة؟ ما فيهاش مشكلة يا مستر. طيب هنحدد بقى مين البرسبتات فيهم ازاي؟ هي بقى دي التركاية. تعالى نعرف بقى هنحددها ازاي يا سيدي. بص يا معلم دلوقتي اسف دلوقتي البوتاسيوم فوسفات احنا تعالى بقى نرجع للنوت نفتكرها بسرعة. اي حاجة من التلاتة بس او NO3 او NO2 دايما بيكونوا لما بيمسكوا مع اي حاجة دايما بيكونوا soluble in water. خلاص. يعني دايما بيكونوا aqueous. aqueous مش برسبتات. تمام. ايه ده؟ لا اله الا الله. فين السؤال؟ ماشي. يبقى البوتاسيوم فوسفات ده مش البوتاسيوم ده من التلاتة بس يبقى اكويس دايب. طيب الكي نفس الكلام هنا اهو، وكي ان او 3 كمان. يعني يا راجل ده انت جدع قوي. طيب البي بي بي او 4 ما اعرفش ليه يا مستر ده دي مش موجود فيها ولا البوتاسيوم ولا الصوديوم ولا الامونيوم ولا موجود فيها نيتريت ولا نيترايت فهسيبها. طب ننزل على اللي بعديه. ليد نيتريت ده عندي ان او 3 يا مستر يبقى ده اكويس سوليوشن. ما هو ماسك مع اي حاجه يبقى دايما دايب في الميه فاكويس سوليوشن مش برسبتيت. بيدوب لما بحطه في الميه بيدوب مش بيترسب. خلاص. طيب اخر واحد عندي اللي اتبقى هو ده. فخلاص بالاستنتاج كده مفيش غير ده هو اللي يبقى برسبتيت، فهو ده فعلا البرسبتيت بتاعي، وده فعلا لما بحطه في الميه مش بيدوب الليد فوسفات ده. خلاص. بيكون راسب لونه ابيض. تمام. تمام يا مستر. طيب تعالى بقى ايه نحل السؤال نبدأ نحل السؤال.
احنا كل ده كنا بنشوف هنبدأ نحل السؤال ازاي. خلاص، فاحنا خلاص عرفنا المعلومات اللي نحل بيها السؤال عادي جدا. طيب تعالى بقى نحط المعلومات دي على جنب عشان نعرف ايه نحل السؤال. اتمنى يعني تكونوا كتبتوا المعلومات دي، ماشي، اتمنى من الله. طيب دلوقتي هو بيقول لي what is the number of mole of formed precipitate when 6 mole of the first solution react with 4 mole of the second solution. بيقول لي يعني انا فعلت الكي 3 بي او 4 ده اللي هو البوتاسيوم فوسفات مع الليد نيتريت، خلاص، وعايز اعرف كميه الايه الليد فوسفات او البرسبتات بتاعي. ما خلاص بقى احنا عرفنا البرسبتات بتاعي هو الليد فوسفات. طيب اول حاجه اعملها ايه؟ هروح اول حاجه لازم اروح اكتب بالانسد ايكويشن قبل ما افكر في اي حاجه، فنروح نكتب بالانسد ايكويشن. طيب نكتب بالانسد ايكويشن سريعا. انا عندي K3PO4 بلس الليد نيتريت BbNO3. تمام. طيب اعمل ايكويشن ازاي بقى؟ والله دي سهله جدا. بص، اللي بره بيتجوز اللي بره، تمام، فيطلع عندي مين؟ يطلع عندي الكي NO3 بلس اللي جوه بيتجوز اللي جوه، تمام، فيطلع عندي BbBO4 اللي هو الليد فوسفات. واحنا خلاص كتبنا اصلا كل الكومباوند هنا، فخلاص بقت سهله ازاي بنكتبها، ماشي. يبقى ايه هنا؟ ليد فوسفات. حلو الكلام قوي. انا كده كتبت الايكويشن، بس ناقص حاجه مهمه ان انا اعمل لها بالانس. لازم البالانس لازم. طيب نعمل لها بالانس ازاي؟ دلوقتي تعال نمسك الاتوميك جروب اللي هو الفوسفات ده البي او 4. البي او 4 هنا 2، عندي 2 منه بعد السهم، خلاص. طب قبل السهم عندي 1 بس، يبقى نروح نحط 2 هنا عشان ايه؟ نكون ظبطنا البالانس، تمام. طيب نمسك الاليمنت اللي جنب الفوسفات اللي هو الليد، عندي منه كام؟ عندي منه 3 بعد السهم. طب قبل السهم يا مستر ده انا عندي منه 1 بس، يبقى لا، روح حط 3 هنا، خلاص. حلو قوي. نخش على اللي بعديه، البوتاسيوم او ال NO3. ال NO3 انا عندي 6 NO3 قبل السهم، 6 اهو NO3، وبعد السهم عندي 1 NO3، فده ما ينفعش. روح حط هنا يا معلم 6 يا معلم. انا اسف على المساحه الصغننه دي، ماشي. طيب هنروح كده خلاص، تعالى نعد بقى نشوف ظبطنا البالانس ولا لا. لقينا عندنا 6 كي و6 كي فعلا. ال NO3 عندنا 6 NO3 وهنا 6 NO3، خلاص. البي بي او البي او 4 قبل السهم 2 وبعد السهم 2، تمام زي الفل. طيب البي بي 3 صح كده، انا ظبطت كل حاجه والدنيا بالانس وزي الفل. نبدا بقى يا معلم ايه؟ نشوف هو عايز ايه ونجيبه له. بيقول لي ايه بقى؟ عايز النمبر اوف مول من البرسبتيت، عايز يعرف النمبر اوف مول البرسبتيت. خلاص، البرسبتيت اللي هو ده احنا اتفقنا الليد فوسفات. طيب انا عشان اعرفه محتاج اعمل ايه؟ الاول محتاج احدد الليميتنج رياكتنت. ليه يا مستر محتاج احدده؟ عشان لما احدده هعرف مين اللي اتفاعل كليا، مين اللي اتفاعل كله، خلاص، وما تبقاش منه اي حاجه، فبالتالي هو ده اللي هيدخل العلاقه. خلي بالك، تعالى هي النوت دي اللي انا عايزها اهو. بص، لو سألك عن كمية حاجة في البرودكت أو حاجة في الرياكتنت، دايما 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 بعمل العلاقة مع مين؟ مع الليميتنج رياكشن أو الليميتنج رياكتنت، خلاص. فاحنا هنروح الأول نحسب الليميتنج رياكتنت لكل واحد من الإيه؟ من الرياكتنت، ونشوف ده الريشيو بتاعه. الريشيو ايكوال إيه؟ النمبر اوف مول البوتاسيوم فوسفات، النمبر اوف مول بتاعه إيه؟ هو قال لي في الإيكويشن إن الفيرست سوليوشن استخدمت منه 6 مول، يبقى النمبر اوف مول هنا 6 مول، تمام. ما هو البوتاسيوم فوسفات ده هو الفيرست سوليوشن، هو قايل لك اهو فيرست سوليوشن اهو. بص اهو، هو قايل ان ده فيرست سوليوشن، ده السكند سوليوشن، ماشي، عشان لو مش مركز يعني. تمام. 6 اوفر الان بكام هنا؟ ب2، يبقى 6 اوفر 2 ايكوال 3. طيب ونفس الكلام هنا، الريشيو بكام؟ انا قال لي استخدمت 4 مول من السكند سوليوشن اللي هو الليد نايتريت، يبقى 4 مول اوفر 3، برافو،
يبقى equal 1.3. يبقى كده مين الأصغر؟ الليد نايتريت. بالتالي هو ده الليميتنج رياكتنت يا معلم. حلو قوي الكلام ده. بس خلاص انا حددت الليميتنج رياكتنت، يبقى هو ده اللي هيدخل معايا في العلاقه عشان احسب النمبر اوف مول بتاع الفوسفيت، بتاع البرسبتيت، اسف. تمام. يبقى العلاقه بتاعتي اول حاجه هنحدد الطرفين. انا معايا الحمد لله بالانسد ايكويشن، فاروح احدد الطرفين. اول طرف وهو اللي انا عايز اعرفه الليد فوسفيت، البي بي 3 بي او 4. تمام. طيب اللي هيدخل معايا في العلاقه مين يا مستر؟ الليد نايتريت ولا البوتاسيوم فوسفيت؟ لا خلاص بقى، احنا قلنا دايما الليميتنج رياكتنت هو اللي بيخش معايا في العلاقه. تمام. فدايما ايه؟ الليميتنج رياكتنت هو اللي بيخش معايا في العلاقه. خلاص، يبقى العلاقه ما بين الليد نايتريت والايه والليد فوسفيت، بي بي ان او 3 ملتبلاي 2. تمام 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 زي الفل يا مستر. طيب تعالى بقى نحسب ونشوف. تالت خطوة أو تاني خطوة بقى هنعملها إيه؟ هنحدد الجزئين. هو عايز يعرف إيه عن الليد فوسفيت؟ عايز يعرف النمبر اوف مول بتاعه. يبقى هنا الجزء بتاعي نمبر اوف مول، تمام، اوفر الان، صح كده، بيساوي هنا الجزء اللي انا معايا معلومة ايه عن الليد نايتريت؟ النمبر اوف مول برضو. خلاص، يبقى الجزء التاني برضو نمبر اوف مول اوفر الان. حلو قوي يا مستر. يلا نعوض بسرعة بقى عشان احنا ايه طولنا قوي في السؤال ده يا مستر. يا لهوي ايه كل ده؟ داخلين على 17 دقيقة في السؤال. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. تلاقيك بتلطم دلوقتي طبعا. خلي بالك احنا قعدنا 10 دقايق بس بنقول نوت قديم، خلي بالك احنا تمام يعني. استبر يا ولدي. ماشي، النمبر اوف مول بتاع الليد فوسفيت ده اللي انا عايز اعرفه. والان بتاعتي بكام؟ احنا عملنا غلطة شنيعة، غلطة اعدام دي في الامتحان، خلي بالك. طيب الغلطة بتاعتي ان انا لما دايما بنزل بحدد طرفين العلاقة دايما بحددهم بالبالانسد ايكويشن. بنزل بيهم بالنمبر اوف بالانسد ايكويشن. يعني الليد نايتريت في البالانسد ايكويشن بكام؟ ب 3. البالانسد ايكويشن اهي ب 3. خلاص، يبقى ينزل بال 3 يا معلم. والليد فوسفيت زي ما هي واحد، فزي ما هي واحد عادي. خلاص، يبقى الان بتاعتي في الليد فوسفيت بكام؟ ب 1. ما ترخمش بقى، ما ترخمش، تبقاش كده. الله. يبقى هنا ب 1. تمام. حلو قوي. نخش على الجزء الثاني. النمبر اوف مول هنا بكام؟ نمبر اوف مول هنا بكام؟ هو قال لي في الايكويشن الليد نايتريت ب 4 مول، استخدمت 4 مول، يبقى ب 4. والان ب 3. حلو قوي الكلام ده. يلا بسرعة احسب 4 اوفر 3، يبقى النمبر اوف مول 1.3. 1.3 مول او 1.33 مول. خلاص، هي هتلاقيها 3 سريهات كتيرة كده يعني. ماشي. طيب يبقى التشويس دي الإجابة بتاعتي. سؤال طويل، سؤال مفرهد، سؤال متعب أنا عارف، بس والله سؤال ممتع جدا وفي كمية معلومات لو أنت فعلا فهمتها بجد بجد هتقلك جدا. خلاص، هتخليك بجد في حتة تانية. طيب تعالوا نكمل السؤال اللي بعد كده. question 36 بيقول لي substance X react with substance Y to form the two substance WZ، ومديني الايكويشن كتر خيره. according to the following reaction unequal amount of the two substance X and Y mixed according to the following graph so the limiting reactant is. حلو والله فكرة السؤال ده، فكرة جديدة. بص يا سيدي، هو قال لك ان انا حطيت ايه unequal amount من X و Y، عملت لهم ميكسد مع بعض عشان يطلع لي Z و W. خلاص، فعايز يعرف X و Y دول مين فيهم الليميتنج رياكتنت، مين فيهم ايه الليميتنج رياكتنت. وبيقول لي ان هو الجراف ده بيعبر عن الكمية اللي انا استخدمتها من كل واحد. يعني ايه؟ يعني هو استخدم الكمية دي من اكس واستخدم كمية اكبر من واي. طب ما هو خلاص يعني ده سؤال عبيط جدا. هو احنا اتفقنا ان الليميتنج رياكتنت ده بيكون ايه؟ بيكون الكمية الاقل، صح كده؟ طب ما هو الكمية الاقل هي اكس، يعني هي اللي هتتفاعل كلها خلاص وهتخلص وهيتبقى شوية من واي. يبقى واي ده الكمية الاكبر واكس الكمية الاقل، يبقى اكس ده هو الليميتنج رياكتنت.
سؤال سهل جدا يعني. خلاص تمام. فيها مشكلة؟ في حاجة مش واضحة؟ هو مديني جراف بيعبر عن نمبر اوف مول لاكس وواي، منها عايزني استنتج ايه؟ الليميتنج رياكتنت. الكمية الأصغر هي الليميتنج رياكتنت. خلاص، الكمية الأصغر هي الليميتنج رياكتنت. السؤال اللي بعد كده بيقول لي according to the following equation A plus B طلعوا لي 2AB. تمام. بيقول لي 4 mole of substance A mixed with 2 mole of substance B. خلاص، يعني أنا عملت الرياكشن الحقيقية، ماشي، إن أنا استخدمت من ده 4 مول من A 4 مول، واستخدمت من B 2 مول. تمام، حلو يا مستر. بعد كده بقى هو بيقول لي ايه؟ what is the graph that represent the quantities of the reactant at the end of this experiment. عايز يعرف الجراف اللي بيعبر عن الكميات في نهاية التفاعل. السؤال ده تحفة تحفة. ماشي، نحلها ازاي ونعرفها ازاي؟ والله احنا لو عرفنا كمية كل واحد هنقدر نحدد الجراف، صح كده؟ بس قبل ما نخش ونجيب نحدد بقى الكميات، خلاص، ونحدد مين الليميتنج رياكتنت وكل الكلام الجميل ده، في حاجة مهمة جدا محتاجك تكون عارفها. هو انا مش في كده كده حاجة في الرياكتنت بتتفاعل كليا؟ خلاص، مش في كمية بتكون اقل فكده كده هي بتتفاعل كليا وبتخلص، صح؟ صح يا مستر. يعني الكمية الاقل دايما هي اللي بيكونسيومد كومبليتلي، فبتخلص كلها، ما بيتبقاش حاجة. طيب ما هو في السؤال اصلا في الاختيارات هتلاقيه جايب لك النمبر اوف مول، هو الجراف بيعبر عن نمبر اوف مول. هتلاقيه جايب لك في تشويس بي ان كله ما خلصش، هنا في كمية وهنا في كمية وهنا في كمية، يعني مفيش حاجة خلصت. طب ما ده كده كده مستحيل، ما ينفعش، ده لازم حاجة من A أو B تكون خلصانة. تمام، فده مش يعني مش استحالة يكون هو ده، خلاص، فده مرفوض. فأنا كده إيه؟ قبل ما أبدأ أحل استبعدت اختيار وسهلت الاختيارات على نفسي. تعالى بقى نخش نحل ونشوف هنعمل ازاي، هنجيبه ازاي، او نعرف الجراف ازاي. انا مطلوب مني احدد الكمية بتاعت A والكمية بتاعت B والكمية بتاعت 2AB. تمام، هنعملها ازاي؟ اول حاجة الاول اروح احدد الليميتنج رياكتنت. مين هو الليميتنج رياكتنت عندي هنا؟ ها، المفروض بقى تكون انت خلاص سهلة دي عليك، وتكون انت اصلا ايه محضرها. تمام، A انا معايا منها فورمول، ماشي، في الكيميكال ايكويشن ال N بكام؟ ب1، فهنا 1 يعني هنا ايكوال 4. ده كده فور A. تمام، طب فور B انا عندي برضو 2 مول و1 ال N ب1 يبقى ايكوال 2. تمام، يبقى ده ال A وده ال B. خلاص، حلو الكلام، حلو الكلام يا مستر. طيب يبقى احنا كده عرفنا ان ده B هو الليميتنج رياكتنت. يا صاحبي بتهيس ليه يا صاحبي؟ ماشي يلا، الليميتنج رياكتنت. تمام، زي الفل. بعد كده ايه الخطوة الجاية؟ احدد كمية AB. طيب يبقى احنا كده هنعمل علاقة ما بين B و AB. مش احنا اتفقنا ان العلاقة دايما بتكون ما بين الليميتنج رياكتنت والحاجة التانية اللي انا عايزها؟ فهو دلوقتي عايزين نحدد كمية البرودكت اللي هو AB. يبقى هنزل B في ايه، في العلاقة. ادي كده ده الطرف الاول في العلاقة، والطرف التاني اتفقنا ان هو هيكون B. تمام، انا عايز اعرف الكمية بتاعته المول، يبقى عدد المول نمبر اوف مول على ال N بيساوي، هنا انا معايا معلومة عنه في ايه؟ المول برضو، يبقى نمبر اوف مول على N. حلو قوي الكلام ده. يلا نعوض بسرعة، هنا ده اللي انا عايز اعرفه، والN هنا ب2. تمام، النمبر اوف مول هنا هو قايل لي بكام؟ ب2، والN هنا ب1. زي الفل. يبقى 2 ملتبلاي 2 النمبر اوف مول ايكوال، يبقى كده النمبر اوف مول بتاع الاي بي ايكوال 4. صح الكلام، صح الكلام، 4 مول. حلو قوي الكلام ده. كده انا معايا المول بتاع AB، ماشي، معايا المول بتاع البي، ومعايا المول بتاع الايه، اسمه ايه ده،
ال A. خلاص، بس خلي بالك احنا معانا المول بتاع ده النهائي صح كده، ده فعلا اللي طلع في نهاية التفاعل. والبي برضو معانا المول بتاعه النهائي لان هو الليميتنج رياكتنت، فالتو مول كلهم هيتفاعلوا. بس الايه انا معايا فورمول، الفورمول ما تفعلوش كلهم، ما هيتفاعل منهم كام؟ هنروح نشوف، هنروح نعرف يتفاعل منهم كام. في الحالة دي هنروح نعمل ايه؟ نعمل علاقة ما بين الايه والبي عشان نعرف يتفاعل منهم قد ايه، وبالتالي نعرف اللي ما تفاعلش قد ايه. حلو الكلام، حلو الكلام. تعالى نروح نعمل العلاقة بسرعة. الطرف الاول هو ايه، والطرف الاول التاني هو بي. الايه عايز اعرف النمبر اوف مول اللي اتفاعل، صح كده؟ والبي انا معايا معلومة النمبر اوف مول اوفر ان. حلو قوي. طيب هنا النمبر اوف مول ده اللي انا عايز اعرفه، والان هنا بكام في الايكويشن ب1 صح، والان هنا دي برضو ب1، والنمبر اوف مول ده بكام ب2. يبقى 2 ملتبلاي 1 يبقى ده النمبر اوف مول ده ايكوال تو، ايكوال ايه، ايكوال 2. حلو قوي الكلام ده. يبقى الايه النمبر اوف مول اللي اتفاعل منها ب2. خلاص، يبقى اللي اتبقى كام؟ 2 برضو. تمام كده، يبقى اللي اتبقى في النهاية 2. يبقى انا كده عندي النمبر اوف مول بتاعي ايه هو 2 مول في نهاية التفاعل بقى at the end of the reaction. هو بيقول لك at the end of the reaction، يبقى في نهاية التفاعل بقى اتبقى عندي ايه؟ ها تعالوا نكتبهم على جنب هنا كده تحت ايه at the end of the reaction. ماشي اهو هنا كده اهو ال A equal 2 مول، اتبقى منهم 2 مول، وال B ما اتبقاش حاجة، زيرو. تمام، لان كل ال 2 مول اللي دخلوا اتفاعلوا. وال AB اتبقى كام؟ لسه مطلعينها هناك اهي 4 مول. حلو قوي الكلام ده. البي زيرو يبقى انا كده عندي A و C و D ممكنة. طيب A ب2 و AB ب4، يعني ده دبل ده ال AB دبل ال A. روح دور على الاختيار اللي يديك ده، هتلاقي مين؟ هتلاقي تشويس A هو الإجابة الصحيحة. اهو بص، لما تمشي خط كده هتلاقي ان فعلا ده ال AB ده ضعف ال B ال A. تمام كده، خلاص. انما باقي الاختيارات هتلاقي ده قد ده فمش هينفع، هتلاقي ده اقل من ده فبرضه مش هينفع. احنا اتفقنا ان اي بي هو اللي دبل ايه. تمام، يبقى تشويس ايه الاجابه بتاعتي. ماشي حلو. السؤال اللي بعده 38. on the reaction of 60 gram of the oxygen with 5 gram of hydrogen. فعملت reaction 60 gram of oxygen مع 5 gram of ايه of hydrogen. تمام، عايز يعرف ايه بقى is oxygen is consumed or not. consumed دي يعني استهلكت، استهلكت خلصت يعني ولا لا، خلصت ولا لا. خلاص، طب هعرف منين خلصت ولا لا ازاي؟ هروح احسب الليميتنج رياكتنت. هنا مديني جرامات يبقى استخدم الريشيو بتاعت الماس اوفر ايه مولر ماس في الان. حلو، يبقى نحسبها للاو 2 بسرعه. هو مديني 64 يبقى الماس بتاع الايه الاو 2 ب 64 على المولر ماس. المولر ماس بتاع الاو الواحده ب 16، يبقى الاثنين او بكام؟ ب 32. 16 باي 2 32، يبقى 32 ملتبلاي الان في البالانسد ايكويشن. احنا السؤال دوت خلاص المفروض نروح نكتب بالانسد ايكويشن. هي ايه؟ انا كتبتها لكم عشان ننجز في الوقت. ماشي، ال O2 بلس 2H2 بيديني 2H2O، يبقى ال O عندي هنا بكام؟ ب1. خلاص، يبقى ملتبلاي 1 ايكوال كام؟ نحسبها بسرعة. هتطلع 2. خلاص هتطلع 2. طيب ال H2 هنا، ال H2 الريشيو بتاعتها الماس بتاعها هنا بكام؟ 5 جرام، يبقى 5 اوفر ال H الواحدة ب1 يبقى ال H2 ب2 ملتبلاي ال N بكام هنا؟ ب2 اهي. خلاص، يبقى ملتبلاي 2 يبقى 5 اوفر 4. 5 اوفر 4 equal 1.25. 1.25. اذا ال H2 هي الليميتنج رياكتنت، هي الأصغر فهي الليميتنج رياكتنت. يبقى هي دي اللي consumed completely، مش ال O2 consumed completely. خلاص،
يبقى كده ال H2 هي اللي consumed completely مش ال O2. يبقى يا معلم بيقول لك yes it's consumed، لا غلط. بيقول لك no and 40 جرام remains. ده عايز يشغلنا تاني. ده عايز يعرف اللي اتبقى في الاختيارات. للأسف جايب لنا 3 نو، ماشي، وعايز يعرف بيقول لي هيبقى متبقي قد ايه. ففي الحالة دي للأسف هنروح نعمل الايه، الخطوة بتاعتنا التانية، وهي الطريقة ايه، نعمل العلاقة عشان نعرف مين اتبقى. فالعلاقة هتبقى ما بين مين، انا معايا معلومة مين، الليميتنج رياكتنت اللي هو ال H2 صح كده. ده اللي انا هشتغل بيه، دايما بيبقى طرف في العلاقة. والعلاقة او المعلومة التانية اللي انا عايز اعرف عنها حاجة هو ال O2. بس احنا اتفقنا ان احنا بننزل بالبالانس واحنا بنكتب العلاقة، فبن ايه، يبقى 2H2O2. تمام، حلو. هنا معايا معلومة مين، النمبر اوف الماس ولا نمبر اوف مول، معايا معلومة الماس خلي بالك. يبقى ماس على مولر ماس بيساوي، هنا انا عايز اعرف ايه، الجرام برضو عشان هو في كل الاختيارات اهو جايب لي جرام، يبقى عايز اعرف الماس. فهنا برضو ماس على مولر ماس. خلي بالك بنضرب فين، خلي بالك بنضرب فين. حلو الكلام. يلا بسرعة يا معلم، بسرعة نعوض بسرعة. الماس ده اللي انا عايز اعرفه، المولر ماس بتاع ال H2 ب2، والN بتاعتي ب2 اهي. خلاص. الناحية التانية الماس بكام، 64. ايه ده، لا انا اسف، احنا اتلخبطنا. احنا عايزين نعرف الماس بتاع الO2، ده اللي احنا عايزين نعرفه اهو، ده اللي احنا عايزين نعرفه. سوري. ماشي، يبقى احنا كده معانا ماس اصلا ال H2، احنا اصلا فعلا معانا ماس ال H2. اسف على الغلطة دي، بس احنا بنحل بقالنا كتير فايه طبيعي يعني. تمام. يبقى احنا ده معانا الماس بتاعه اصلا بكام، الماس بتاع الايه ال H2 هو قال لي 5 جرام، 5 يبقى ب 5. خلاص، حلو قوي. يلا نعوض. هنا المولر ماس بس الاول بكام، هم. المولر ماس بتاع ال O2 ب 16 باي 2 يعني 32. والN هنا ب 1. خلاص. يلا كروس مالتيبليكيشن، 32 ملتبلاي 5 اوفر 4 اللي هو 2 باي 2. خلاص، يدينا 40، يدينا 40 جرام. يبقى الماس اللي اتفاعل من ال O2 ايكوال 40 جرام. ده الماس اللي اتفاعل مش اللي اتبقى. خلي بالك بقى، هو عايز اللي اتبقى remains، ماشي. يبقى 64 ملتبلاي ال 40 يدينا كام، هيدينا 24. يبقى تشويس سي هو الإجابة بتاعتنا. 64 دي الكمية الكلية اللي الأو2 دخل بيها، اتفاعل منهم 40 جرام، يتبقى كام، 64 ماينس 40 يدينا 24. زي الفل زي الفل. اتمنى تكون الدنيا واضحة. طيب آخر سؤال معانا بيقول لي according to the following reaction، ومديني رياكشن الألمنيوم مع الأكسجين عشان يطلع لي الألمنيوم أوكسايد. which of the following is correct. خلاص، مديني كميات الألمنيوم في كل اختيار مختلفة، ماشي، بطريقة مختلفة، مرة بالمول، مرة بالأتوم، مرة بالموليكيول، مرة بالجرام. تمام. للإيه، للأكسجين والألمنيوم. وفي نفس الوقت بيسألني في كل اختيار مين الليميتنج فاكتور. يبقى أنا السؤال ده هروح كل اختيار أحسب مين اللي هو الليميتنج رياكتنت، ماشي. بالتالي أعرف هو التشويس ده صح ولا غلط. طيب تعالوا نجرب ونشوف. نمشي تشويس A بيقول لي ان هو استخدم 2 مول، يبقى النمبر اوف مول ب 2. الريشيو ال N، قصدي ال N بكام هنا اهو، ال N ب 4، يبقى 2 over 4 equal half. يبقى الريشيو هنا بالهاف للألمنيوم. نفس الكلام مع الأكسجين. الأكسجين استخدم 3 مول، 3 مول. وفي البالانس ايكويشن ال N ب 3، يبقى equal 1، 3 over 3 ب 1. تمام. يبقى مين أكبر، الأو. يبقى مين أصغر، الألمنيوم. الألمنيوم هو الليميتنج رياكتنت، وهو هنا بيقولك إن الليميتنج رياكتنت الأكسجين، فلأ. يبقى كده تشويس A مرفوض. تشويس B مدينا المرة دي الأماونت بالأتوم. تمام. اثبت يا عم الحاج، اثبت يا عم الحاج، مدينا الأماونت بالأتوم. خلاص، هنروح برضو نحسب الإيه، الريشيو.
الريشيو بتاعت الالومنيوم بسرعة كده، هنستخدم بقى المرة دي اللي هي النمبر اوف بارتكلز على الافوجادرو في ان. ماشي، يبقى 2.408 multiply 10 باور 24 over افوجادرو 6.02 multiply 10 باور 23 multiply ال n بكام؟ ب4. خلاص ايكوال كل ده هتلاقيه في الاخر بيساوي 1. ماشي، لما هنحسبها هنلاقيه بيساوي 1. تمام. طيب تعال نخش نشوف الاكسجين. خلي بالك ان هو مديك الاكسجين اتوم مش الاكسجين موليكيول، وفي فرق كبير ما بين الاتنين. الاكسجين موليكيول احنا اتفقنا ان هي بتبقى O2 اللي هي في الايكويشن اهي دي كده اكسجين موليكيول. تمام. طب ما هي جواها كام اكسجين اتوم؟ جواها 2 اكسجين اتوم، يبقى 1O2 جواها 2O. تمام. دي كده اتوم ودي كده الموليكيول. خلاص، حلو الكلام. احنا لما هنروح هنا نحسب للموليكيول، ماشي، هيبقى عندنا 2N هيتضربوا تحت ال N بتاعت ال O هنا، عشان قلنا ان كل O2 فيها 2O. تمام. فدي كده ادي N. ماشي، وال N بتاعت البالانسد ايكويشن اللي هي ب3، يبقى دي كده N. يبقى انا لما هاجي هجيب الريشيو اللي هتكون بقى 2.4 النمبر اوف بارتكل طبعا 2.408 multiply 10 باور 24. ماشي، over افوجادرو 6.02 multiply 10 باور 23 multiply ال n. عندي 2 n بقى اللي هي 2. خلاص، 2 اللي هنا دي. ماشي، ومultiply 3. ال 3 اللي في البالانسد ايكويشن هنحسبها هنلاقيها 0.667. ماشي، فبالتالي الريشيو دي المرة دي هي الأصغر، بالتالي فعلا الأكسجين هو الليميتنج رياكتنت، بالتالي تشويس بي هو الإجابة الصحيحة. خلاص، لو نزلنا جربنا باقي الاختيارات هنلاقيها فعلا ما تنفعش. تمام، بس جربوها بقى مع نفسكم، ويعني أتمنى تكونوا فهمتوا إن شاء الله يعني. شكرا لكم جزيلا اللي هيكمل الفيديو، يعني إن شاء الله تكونوا كملتوا الفيديو كلكم.